السلام عليكم. ان شاء الله عايزين نكمل الجزء الباقي. كنا دي لو جبنا اكس زد كان دي الريشيو اللي طلعت لنا. عايزين نشوفها بقى، هل الريشيو دي هتمثل لنا ايه في لما نيجي نحلها بالكود المصري. طبعا احنا مش هنحلها مانوال طبعا عشان مش هينفع، فهنحلها بشيت اكسل. تمام، شيت اكسل عادي بتاع اللي هو المشهورين وموجودين على النت، وكل الناس معاهم الشيتات الاكسل دي، وانا كنت رافعها قبل كده يعني للي محتاجها. تمام، طيب دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبدأ. عايزين نشوف الريشيو بتاعتنا. طبعا سي 37 كيس ايه كيس ايه. طيب هو بيقول لك اول حاجه عايز المومنت البوزيتيف. طيب هو ايه المومنت البوزيتيف ده؟ المومنت البوزيتيف اللي موجود في السكشن ده اللي هو ده. تمام، اللي موجود هنا، سوري هنا اهو، اللي موجود في السكشن ده اللي هو ده. طيب هنجيبه ازاي؟ قال لك عشان تجيبه قال لك هاته من قائمه المومنت عادي، بس هات ايه حاله الايه الانفلوب. تمام، حاله الانفلوب اهي، بتقول لي ابلاي، بس هاتها مومنت ابلاي، شو فاليو ابلاي. اوكي تمام، لو دوست على المومنت على الحته دي كده خلاص عشان نجيب المومنت، لقيت المومنت هنا كام؟ 19.39 اللي هو الايه الماكسيمم مومنت. 19 بوينت كام؟ 39. ومعاك شير كام؟ 19.39 ده مومنت. ومعاك شير كام؟ ومعاك شير مقداره 1.38. خلاص معاك شير واحد. ماشي. طب لو حبينا نجيب الاكسيال فورس، قال لك الاكسيال فورس عباره عن كام؟ حوالي تقريبا ايه سالب 4.95. يبقى احنا كده جبنا المومنت والشير والايه والنورمال، بس ده الماكسيمم فورس لكل الحالات. طبعا احنا مش عايزين كده. ليه بقى؟ لان الديد لود واللايف لود مثلا دي حاله ممكن تديك الماكسيمم مومنت بس ما تدكش الماكسيمم مثلا نورمال، مثلا ما تدكش الماكسيمم نورمال. اشتغلت مثلا على الديد لود زائد الويند لود ليفت. طيب ما هو الديد لود زائد الويند لود ليفت ممكن يديك ماكسيمم مثلا مومنت بوزيتيف بس ما يدكش ايه، وما يدكش الماكسيمم ايه ماكسيمم نورمال. تمام، ففي دي الحالات دي مختلفه. ماشي، فانا ما ينفعش اصمم على الماكسيمم نورمال والماكسيمم شير والماكسيمم مومنت اللي طالع من حاله الانفلوب. لازم انا اجيب المومنت. ماشي، يعني انا دلوقتي طلع معانا المومنت كام؟ 19.39. اخش اشوف دي حاله ايه. طلعت ديد لود زائد لايف لود اهي، بس اكسيال فورس مومنت 3 اهوت. طلع بقى كام المومنت؟ 19.39. يبقى ده حاله الديد لود زائد ده حاله الديد لود زائد اللايف لود. تمام، ابدا اخش اجيب بقى حاله الايه، ابدا اخش اجيب حاله النورمال ليها والشير ليها. فالنورمال ليها والشير ليها كان طالع كام؟ قال لك النورمال ليها الشير كان طالع 0.37، انا بكتب معاكم يعني، والشير طالع كام؟ في وسط البحر اهو. خلينا ناخد الماكسيموم عنده خلاص 1.25. تمام، 1.25. تمام، والنورمال قلنا كام؟ اهوت 5.04. تمام، النورمال 5.04 بالسالب. يبقى كده الديد لود واللايف لود خدنا الماكسيمم مومنت. يبقى خدنا الماكسيمم مومنت بالحاله بتاعته اللي هي الايه النورمال والشير. طيب انا كان طالع لي شير 1.38. تعال نشوف ايه الحاله اللي هتدينا شير 1.38. ماشي، احنا عايزين ايه؟ سوري، عايزين مومنت 3 اهوت. تعال نشوف بقى الحاله اللي هتدينا مومنت شير 1.38. شير ايه 1.38. طيب ابدأ بقى شوف بقى. هنا معاك ديد لود شير 1.38. لا مش ديد لود زائد لايف، ديد لود زائد ويند. ديد لود زائد ويند رايت 1.38 اهي. الحالة دي ايه؟ ديد لود زائد لايف لود زائد ويند لود، ديد لود زائد لايف لود زائد الويند لود ليفت رايت. يبقى ايه ده الشير. نجيب المومنت بتاعها بقى. المومنت بتاعها عامل 9.80. تمام، والنورمال بتاعها عامل كام؟ هات لي هنا من هنا الاكسيال على طول. النورمال بتاعها عامل سالب 3.28، سالب 3.28. تمام تمام كده. طيب خش بقى هات لي الايه، خش هات لي الاكسيال كان عامل سالب 4.95. يبقى نجيب الايه الاكسيال
سالب 4.95 وناخد حالاته. هات الديد لود زائد اللايف لود اهو، مش هي هو احنا لو جبنا الانفلوب كده، الانفلوب سوري، هات الانفلوب تاني معلش، عايزين بس نشوف الاكسيال فورس الماكسيمم كان طالع كام. سالب 5 سوري، هي سالب 5.04، سالب 5.04 ده اللي هو الماكسيمم ايه نورمال. المفروض نشوف الحاله بتاعته، تقريبا الحاله بتاعته ديد لود زائد لايف لود اهي، لو دخلت كده هتلاقيها ديد لود زائد لايف لود. احنا كده خدنا، جبنا المومنت بتاعها وجبنا النورمال بتاعها. المومنت بتاعها كان طالع 19.39 وجبنا الايه النورمال ايه بتاعها. ده كده الايه، دي في حاله ان المومنت كان ايه، يعني انا لو كده جبت الانفلوب، بص كده على الانفلوب اهوت، ده كده كان في حاله الايه الاكسيال اهو. ده كده لما جبنا المومنت كان المومنت 3 تمام. ماشي، مومنت 3 حالة الانفلوب كان طالع معانا كام 18، امال ايه اللي كان طالع معانا 19؟ كان في حالة طالعة معانا 19 اهي، سوري اعمل شو ماكسيمم اهي 19.39 ماشي. ده المومنت، ده كده المومنت ايه بوزيتيف. المومنت هنا نيجاتيف كام؟ سالب 1.42. المفروض انا اخد ده الماكسيمم مومنت نيجاتيف، يبقى اخد سالب 1.42 تمام، واشوف حالة ايه واخد المومنت بتاعها والشير بتاعها تمام. وهنا الايه الشير كنا واخدينه ايه احنا كام؟ كنا واخدين الشير كان 1.38 بوزيتيف، ناخد النيجاتيف برضو ونجيب النورمال بتاعه والشير بتاعه والمومنت بتاعه. انت فاهمني؟ انا طبعا عملت ده كله في ايه في كيس صغيره كده. فهو قال لك الايه، طبعا انا عندي الايه انا في الرافتر دلوقتي خلاص. قال لك اهو المومنت كان طالع 39 بوينت رافتر واحد، لا انا عايزين رافتر 2 اللي هو ده اهو، كان طالع 19.39 ديد لود زائد لايف لود تمام خلاص. وكان طالع معاك نورمال تقريبا سالب 5.04، يعني تقريبا كام؟ سالب 6 كانت ديد لود ولايف لود برضه. وكان طالع شير معاك كام؟ كان طالع شير 1.38 خلاص، 1.38. يبقى دي حالة الايه الديد لود زائد اللايف لود على طول خلاص. ديد لود زائد اللايف ايه لود اهو، يبقى ده ديد لود زائد لايف لود خلاص ايه شير، وده ديد لود زائد لايف لود ايه مومنت، وده ديد لود زائد لايف لود ايه نورمال تمام. دي حالة تانية عندنا ايه مومنت واحد عندنا مومنت اللي هو بقى المومنت الايه النيجاتيف، بس كده المومنت النيجاتيف دوت صغير خلاص، فاحنا مش هناخده تاني. ناخد بس الايه الحالة التانية اللي هي عبارة عن المومنت 9.80 تمام، ومعانا النورمال سالب 3.28 سالب 3.28، ومعانا ماشي دي برضو نفس الحالة، ومعانا كده ده ايه نورمال صح، سالب 3.28 ده نورمال. وهنا معانا برضو حالة تانية الا وهي ايه الشير اللي هو 1.38 خلاص. الشير 1.38 ده كده ايه الشير ماشي. معلش الشيت مش مرتب اللي احنا عملنا ده، بس ما علينا. هنا هتبقى مديها لون تاني بحيث ان دي ايه حالة تانية خالص اهي خلاص. يبقى دخل الاصفر مع بعض والاخضر مع ايه مع بعض تمام. طيب النيجاتيف مومنت بقى اللي هو ايه اللي هو هنا الحته دي، شوف طلع 39 بوينت ايه اهوت معاك برضو 39 ديد لود زائد لايف لود خلاص تمام. ومعاك هنا النورمال سالب 6.05 خلاص ديد لود زائد لايف لود. وهنا الايه الشير كام؟ ديد لود زائد لايف لود خلاص. وعندي حالة تحميل هنا ديد لود زائد لايف لود مومنت خلاص. كده احنا خدنا ديد لود زائد اللايف لود، وخدنا الايه المومنت بتاعها والنورمال والشير
تمام. المفروض اجيب حاله تانية اللي هي هتديني الماكسيمم ايه نورمال في حاله تانية، هتطلع برضو ديد لود زائد اللايف لود، واجيب الايه اللي هيديني ماكسيمم شير في حاله تانية اللي هي ايه دي اللي انا جايبه. فاحنا فاكس هنعمل بس اللي هو الديد لود وخلاص، وهنا الديد لود وخلاص، بس انت لازم تشيك ايه الديد لود مع بعض واللايف لود مع بعضه، يعني الاصفر حالاته ده مع بعض والاخضر حالاته مع بعض. هتيجي هنا المومنت بوزيتيف اللي هنا عباره عن كام 19.39 اهوت، ومعاك تاني نورمال سالب 6 نورمال سالب 6، ومعاك ايه شير كام، ومعاك شير سالب 6 معاك شير كام 1.38 1 بوينت كام 38. هتاخد الحالات التانية اللي هي برضو معاها الديد لود معاها 39.14 سالب 6.5 كام 8. خلاص النورمال طبعا بالايه ودي الابعاد اللي احنا كنا مستخدمينها، ودي الابعاد اللي احنا كنا مستخدمينها على ما اتذكر 190 في كذا. هنا التوتال لينس 30، البيرلين سبيسنج متر ونص، البريسنج ان ستيفنر ماشي ماشي. طبعا مش هستخدم ني بريسنج ولا هستخدم اي حاجه. الايه الريشيو طالعه كام 0.888. تعال نشوف الريشيو اللي هنا كانت طالعه كام اهوت يا باشمهندس. لو دخلنا هنا شوفنا اوكي اهي 0.846. خلاص ده اللي هو القطاع رقم 1 اللي هو السكشن ده. تمام السكشن ده اللي هو قطاع 0.8. هو لو لاحظت هنا هتلاقي 8.08 وهنا ايه 846، يعني هي ايه تقريبا قريبه منها جدا، يعني الاختلاف هتبقى بسيطه جدا. يعني هنا الريشيو كان طالع كام 888، هنا كام 808 846، يعني تقريبا الفرق بوينت ايه 8 من 100 ولا حاجه. فهنا الفرق بسيط جدا. نفس الكلام في الاعمده نخش نشوف. طيب انا هو لو انتوا لو بص هو بس الفكره بس عشان انا حاسس ان محدش فهم دي الفكره في اللود كومباينيشن اللي انا بطلع الايه. انا عندي سيكشن مثلا اهو السيكشن 1 ده سيكشن مثلا خلاص، وليكن السيكشن دوت هنا اهوت في الحته دي. خلاص السيكشن ده عنده ماكسيمم بوزيتيف والماكسيمم ايه نيجاتيف. خلاص يبقى عنده مومنت بوزيتيف تمام ماشي، وعنده مومنت نيجاتيف. المفروض المومنت بوزيتيف دوت خلاص المومنت بوزيتيف دوت عنده ماكسيمم ايه مومنت بوزيتيف، وعنده خلاص وعنده نورمال تمام، وعنده ايه شير اللي هي في الحاله اللي ادتني الماكسيمم بوزيتيف. طيب الماكسيمم نيجاتيف عندي ماكسيمم مومنت ماشي بس ايه نيجاتيف ماشي، واخد النورمال بتاع الحاله دي واخد الشير بتاع الحاله دي اللي هي الشير بتاع الحاله اللي ادتني المومنت بوزيتيف. طيب بس لا ما انت عندك ايه معاك نورمال بالموجب برضو ومعاك نورمال ماشي بالسالب، فانت المفروض تاخد الايه المومنت ماكسيمم ماشي المومنت سوري بتاع النورمال ماشي، ده الماكسيمم ده كده الماكسيمم ماشي. تاخد المومنت بوزيتيف وتاخد المومنت ايه تاخد هنا سالب، تاخد المومنت بوزيتيف والمومنت ايه بتاخد المومنت بتاع الحاله دي اللي هو بتاع الحاله اللي هو ادتني بوزيتيف، والمومنت بتاع الحاله اللي هو ادتني نيجاتيف، وبتاخد الشير بتاع الحاله اللي ادتني مومنت اللي ادتني نورمال بوزيتيف، وتاخد الشير بتاع الحاله اللي ادتني نورمال ايه نيجاتيف، وتاخد المومنت كده ماشي. وانت كده كده عندك الايه النورمال ماكسيمم اللي هو نتيجه الحاله الموجب، والنورمال ايه مينيمم نتيجه الحاله السالب. ومعاك ايه تاني ده كده المومنت ماكسيمم والنورمال، معاك الشير. خلاص طيب الشير تاخد في ايه تاخد المومنت اللي اداني الشير مثلا بالموجب مثلا والشير اللي بالسالب. خلاص كده ده كده الشير اللي بالسالب، وتاخد المومنت اللي ادتك الشير اللي بالسالب، بعد كده تاخد النورمال اللي ادتك الشير الحاله اللي ادتك ماكسيموم شير بالموجب، وتاخد النورمال للحاله اللي ادتك ايه
الشير بالسالب، بعد كده تاخد المومنت سوري بعد كده تاخد الشير بوزيتيف كده كده هو عندنا اهوت، وتاخد الايه الشير ايه الشير بالايه بالنيجاتيف. خلاص، بحيث انت خدت الماكسيمم مومنت بالحاله ايه بتاعته كلها، الماكسيمم مومنت بوزيتيف بالحاله بتاعته كلها، والماكسيمم مومنت نيجاتيف بالحاله بتاعته كلها، وخدت الماكسيمم النورمال بوزيتيف بالحاله بتاعته كلها، والماكسيمم نورمال نيجاتيف بالحاله بتاعته كلها، وهنا الماكسيمم شير بوزيتيف بالحاله بتاعته كلها، والماكسيمم شير نيجاتيف بالحاله بتاعته كلها. انا اللي يهمني انت ممكن ما تاخدش يعني انت ايه كده كده انت ممكن ما تاخدش الحاله دي، لان المومنت مثلا الكريتيكال هنا هو اللي تحت، فانت مش محتاج تاخد المومنت اللي هو اللي فوق، فتاخد المومنت اللي تحت وخلاص. يبقى دي ايه الحاله دي ادتك ماكسيمم مومنت وماكسيمم ايه الحاله دي ادتك ماكسيمم مومنت تمام. وتشوف الماكسيمم نورمال انهي حاله، برضو عاده برضو مش هتاخد الحاله دي لانه هو عاده هيبقى كومبريشن خلاص. والحاله دي كده كده ما ايه سواء موجب او سالب ما تفرقش معايا، اخد حاله واحده بس اللي هتديني الايه الماكسيمم شير، واخد ايه الحاله بتاعتها، واخد النورمال والايه والمومنت بتاعها. فهمت كده دي الحالات يعني. فانا خدت هنا الديد لود، واخدت النورمال بتاعه، واخدت الايه الشير بتاعه تمام. ده كان مديني الايه اقصى مومنت، فخدت الاقصى مومنت بحالاته. بعد كده ده كان مديني الماكسيمم شير، ده كان مديني الماكسيمم تقريبا الماكسيمم نورمال ده كان مديني الماكسيمم تقريبا نورمال خلاص. فانا خدت حالة التحميل بتاعه سوري ده الماكسيمم شير ده الماكسيمم شير، فخدت الماكسيمم شير واخدت المومنت بتاعه والنورمال بتاعه ماشي. وهنا برضو نفس الكلام وهنا نفس الكلام ماشي، هتطلع برضو هي. طب لو دخلنا هنا ده خلاص كده، بس ايه نيجي بس على القطاع اللي هو سيكشن 1 خلاص. ده سيكشن 1 اللي احنا شغالين عليه اهو تمام. وتاخد الاي اكس وتكتبها في ورقة عشان هتحتاجها في تصميم العمدان، عبارة عن 3.2.1.4.0.44 خلاص. وننزل ده ونروح نصمم الايه العمود. وتقول لي بيرن كولد فورمت سيكشن اهو كولوم بيلت اب سيكشن. طيب حديد 37 المومنت عبارة عن المومنت هنا 39.14، ما فيش عندك مومنت اكس 2 ومومنت واي، عندك النورمال على العمود بكام بسالب 8. احنا برضو طلعنا الحالة بتاعتها اهيت، حاجة بسيطة كده. الديد لود اهيت، ديد لود زائد لايف لود خلاص. وبعد كده ديد لود زائد لايف لود شير، المفروض ديد لود زائد لايف لود ويند ماشي. فانت هتدخل 3 حالات دول مع بعض، وعندك ديد لود زائد دي حالة تانية ماشي، وديد لود زائد ويند ليفت دي حالة تانية. ده تقريبا مديك شير تقريبا مديك شير تقريبا خلاص. مديك ايه المومنت دي، وهي النورمال دي. فدي اصلا دي دود ولا فلود مغطي لك مومنت ونورمال، فاضل لك الشير بس. فاللي هيغطي لك الشير هو الحالة دي مش دي. فانت المفروض ناخد الحالة دي وناخد لها الايه ناخد لها المومنت بتاعها والشير ناخد لها المومنت بتاعها والنورمال بتاعها. لو فرضنا ان ده النورمال بتاعها يعني ناخد لها الشير والمومنت. تعالى بس خلينا في ده 39.8.17. طبعا كده ده هيبقى بالسالب. فلو دخلنا على العمدان ادي الكولوم اهو بالسالب، دخلنا الداتا بتاعتنا. طول العمود 8 متر ممسوك ببرلين على 2 متر، انا خدناه تقريبا على 3 متر ايا كان. مش هنا 8 متر 6 متر ماشي، لا هنقول هنا 5 متر عشان انا مسكت البريسنج على مسافة 3 متر. والتوتال ايوه اهوت، وده اللينس جردر طول الجردر كلها. وهنا الانرشيا اللي احنا كتبناها في ورقة اللي هي 3.2.1.4.0.44 هنجد كومباكت والكلام ده كله. قطاع بقى اهو طلع بكام ب0.727
هنا 0.772. فهو يعني هو اللي بيختلف الرقم التاني، يعني الرقم التاني ده هو اللي بيختلف، بس ايه الرقم اللي هو الاساسي ما بيختلفش. برضو ممكن بالظبط وانت عايز تطلعها بالظبط تبدأ تشوف اللي هو اللي تحسب الكي بقى اللي هو الجي اي والجي بي، وخش تحسب الباكلينج والكلام ده هتحسبه. تمام، بس كده ده اللي احنا كنا عايزين نتأكد منه، ونشوف الشيك بتاعنا نتيجة الايه الأحمية.